السلام عليكم. حلقتنا اليوم طريقة إنشاء فيديو بشخصيات ثابتة تصل مدته إلى 10 دقائق وبالذكاء الاصطناعي. كل هالشي بموقع واحد فقط. لكن قبل ما نبدأ لا تنسى الصلاة على النبي والاشتراك بالقناة ووضع لايك. يلا بينا نبحث عن الموقع. اسمه فوكال ML، ستجدون الرابط في الوصف. نفتح الموقع، تظهر معنا بهذا الشكل. نسجل الدخول باستخدام الجوجل. بعد ما سجلنا الدخول نفتح الصفحة، نضغط هنا. على كل تسجيلة ايميل يعطينا 250 نقطة، فكل ما خلصت النقاط سجل بغير ايميل. الامر بسيط جدا. كما ترون الموقع يعطينا مدة الفيديو 10 دقائق او 30 ثانية. الموقع مجاني بشكل كامل. نكتب عنوان القصة، او اذا اردت عندك قصة جاهزة اضغط هنا، اجلب القصة. هذه قصة جاهزة، ننسخها، نضع لصق. كما ترون القصة جاهزة هنا. إذا أردت الإكمال اضغط على Generate، أو اضغط هنا. أنت تجلب الصور والنص والتعليق الصوتي والفيديو، لكن أنا أريد هو أن يصنع لي الفيديو والنص. سأكتب هنا فيلم صراع سباق السيارات. نختار مدة الفيديو، سأختار دقيقتين. مع هذا الخيار الأول إذا كنت تريد الراوي فقط يتحدث. الخيار الثاني كذا شخصية تتحدث، سأختار الثاني. وهون تختار اللغة، تقريبا في جميع لغات العالم. سأختار العربية ونعطي جنريت. ننتظر. هكذا كانت النتيجة. أعطانا النص ويمكن أن يقدم لنا اقتراحات، لكن لا أدري لماذا الكلام صغير. سأكبره. كما ترون الخيار الأول تطوير تقنية التيربو المزدوج بشكل أفضل، إظهار المزيد من المنافسة، توسيع خلفية خالد العائلية. يوجد العديد من الخيارات كما ترون. أنا سأختار إظهار المزيد من المنافسة. ننتظر. أعطانا النتيجة، نضغط Generate. هنا يمكنك التحكم بالفلاتر. هون إذا كان بدك يا شخصية حقيقية يعني شبيهة الواقع. الفلتر الثاني سيكون مناسب للأنمي، للقصص الأنمي. أما هذا الخيار إذا كنت تريد أن تعمل قصص أطفال 3D، أو هذا للأفلام الكرتون كمان سيكون مناسب. أنا سأختار الخيار الأول. هون يمكنك تحديد إطار الفيديو. إذا كنت تريده للتيك توك انستا شورت تختار 9:16. أنا سأختار لليوتيوب 16:9. وهون إذا كنت تريد ترجمة للفيديو أم لا، أنا سأضغط على الترجمة. الآن ننزل للأسفل لنختار أسماء الشخصيات وأصواتهم. A man is not old as long as he's seeking something. كما ترون الصوت الذي اختاره الموقع مثلا لم يعجبنا، يمكننا اختيار غيره. The years teach much which the days never. The word. انهينا من اختيار الأصوات، نضغط على Generate. بعد فتح معنا بهذا الشكل نضغط هنا، نضغط على هذا الخيار، نعطيه Generate ونضغط Accept. انتقل معنا الفيديو إلى هون مع الصوت والصورة والفيديو والشرح على الفيديو. يا فريد، كيف حال السيارة؟ كل شيء على ما يرام يا سامر. الإطارات في حالة ممتازة، والمحرك يعمل بكفاءة عالية. أحتاج للفوز بهذا السباق. 10 سنوات وأنا أحلم بهذه اللحظة. وها قد بدأ السباق. سامر لن تتجاوزني اليوم يا سامر. سنرى ذلك يا كريم. انتبه يا سامر، المنعطف الخطير قادم. اضغط. لا، لدي خطة أفضل.
يا إلهي، سامر يتخذ مسارا غير متوقع. إنه عملية مستحيل. بقي لفة واحدة يا سامر، الوقود ينفد. سأصل. يجب أن أصل. وها هو سامر العلي يعبر خط النهاية. إنه الفائز. بعد 10 سنوات من المحاولات، أخيرا يحقق حلمه. شكرا لكم جميعا. هذا ليس فوزي وحدي، بل الفريق كله. سباق رائع يا سامر. استحققت الفوز. شكرا يا كريم. كنت شريفا. كان هناك تأخر بالصوت لو ليس التطابق مع الصورة بسبب الإنترنت عندي ضعيف. كما ترون هناك فراغات يمكننا تعبئتها لتصغير الصورة وتناسبها مع الكلام. سأضبطها وأعود لكم. بعد ما أنهيت من ضبطها هكذا ظهرت معنا بهذا الشكل. إذا كنت تريد مثلا التعديل على الصورة يمكنك التعديل. تضغط هنا، يعني تكتب هون شرح لصورة أنت تريدها وتضغط على generate. أنا سأتركها مثل ما هي. نضغط، يعطيك 4 خيارات، لكن هذا سينقص من النقاط. يمكنك اختيار صورة أفضل. أنا سأتركها مثل ما هي. وإذا ضغطت هنا animate يمكنك تحريك الصورة. تضغط على الجو، هو يعطيك شرح أنت يمكنك تعديله إذا كنت تريد تحريك آخر. تضغط على جو، لكن كمان سينقص من النقاط بشكل أكبر. هكذا ظهرت معنا. تنتقل مباشرة إلى الفيديو. هكذا كانت النتيجة. أنا سأعيدها إلى الصورة لأن الصورة مناسبة أكثر. لنجرب على شخصية من الفيديو. نضغط على animate go. ننتظر. هكذا النتيجة. كما ترون حرك الشفاف مع الكلام. لنجرب. انتمر. كما لا. ترون تحدث ونظر إلى المنعطف. يمكننا تحريك أي صورة إذا كان المشهد لا يعجبنا. إذا ضغطنا هنا، إذا كنت تريد إضافة صورة أو إزالة صورة أو إنشاء صورة، من هنا يمكنك عمل أي شيء. ومن هنا تغيير النص إذا كان لم يعجبك، والتعديل على التعليق الصوتي. وتضغط على generate وأمور تمام. الخيار اللي بعده، إذا كنت تريد صوت مثلا، سنكتب صوت سيارات، صوت محرك السيارة مثلا. نضغط على generate. ننتظر. ممكن إذا أنتوا كتبتوا شيء تاني يعطيكم نتيجة أفضل. الخيار اللي بعده تكلمنا عنه، وهنا كمان تكلمنا عنه. إذا كنت تريد تعديل المشاهد أو تحريك الصورة. من هنا إذا كنت تريد تحويل الفلتر مثلا إلى 3D. ومن هنا تجد أسماء الشخصيات والتعليق الصوتي. ومن هنا صور الشخصيات وأسمائهم. وهنا ترى السكريبت إذا كنت تريد أن تعدل فيه شيء. وهنا إذا كنت بإنشاء صورة مثلا يعطيك 4 خيارات، خليها 2 أو 1 أفضل. وهنا مود الرسم. كل مود له نقاطه، لكن المود الذي نحن عليه هو أفضل مود. وهنا مود الفيديو. مود الفيديو يوجد العديد من الخيارات، لكن له تكلفة شكل. نبقى على المود الذي نحن عليه. وهنا إذا كنت تريد إزالة الكلام أو إبقاء الترجمة. وإذا انهيت من التعديل تضغط على export
بعدها publish، ننتظر. بعد ما خلص تحميل نضغط على view، اترككم مع النتيجة. يا فريق، كيف حال السيارة؟ كل شيء على ما يرام يا سامر. الإطارات في حالة ممتازة والمحرك يعمل بكفاءة عالية. أحتاج للفوز بهذا السباق. 10 سنوات وأنا أحلم بهذه اللحظة. وها قد بدأ السباق. سامر العلي في المركز الثالث خلف البطل الحالي كريم حداد. لن تتجاوزني اليوم يا سامر. هذا الكأس لي. سنرى ذلك يا كريم. انتبه يا سامر، المنعطف الخطير قادم. اضغط على المكابح الآن. لا، لدي خطة أفضل. يا إلهي، سامر يتخذ مسارا غير متوقع. إنه يتجاوز كريم من الجهة الداخلية للمنعطف. مستحيل. بقي لفة واحدة يا سامر، الوقود ينفد. سأصل، يجب أن أصل. وها هو سامر العلي يعبر خط النهاية. إنه الفائز. بعد 10 سنوات من المحاولات أخيرا يحقق حلمه. شكرا لكم جميعا. هذا ليس فوزي وحدي، بل فوز الفريق كله. سباق رائع يا سامر. استحققت الفوز. شكرا يا كريم. كنت منافسا شريفا. إذا أعجبك الفيديو وانهيت منه تضغط على 3 النقاط الذين هنا، نضغط على تنزيل، هتلاقيه نزل معك تحت. وإذا كنت تريد عنوان الفيديو انسخ العنوان الذي موجود هنا، نحدده، نضغط على النسخ، وهيك بيكون أنشأنا فيديو بدون ما يكون عنا أي فكرة أو نكتب أي كلمة أو نصنع أي صورة. مبدئيا الموقع مجانا، لكن لا أعرف إلى متى، الله أعلم. أسرع وأنشئ فيديوهاتك. أتمنى أكونوا استفدتم من الفيديو. آسف على التقصير، لكن عندي بكالوريا كما تعلمون. أحاول قدر المستطاع أن أنشر لكم فيديوهات. لا تنسوا أن تدعموني بالاشتراك ووضع لايك وشير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.